حملة مقاطعة شلة دبي. هذا الترند اللي الناس فجأة استوعبت انه يجب عليها عدم دعم المحتوى الغير اخلاقي او الغير اسلامي. هذا الترند حصل قبل اقل من 6 اشهر، ولكن هذا الترند انزل شوية من مشاهير اليوتيوب، واولهم اسامة بيوتي وعائلة بيوتي بشكل عام، مثل ومروان وغيث وسارة وكثير من المشاهير اللي نزل مشتركينهم، وكثير فجأة يلغوا عليهم متابعة. ولكن في مشاهير كثير استفاد مثل أحمد الروب وعمر الروب والدحيح، وكان أفضل حملة لأنها كانت تدعم الوعي العام للمجتمع، ولكن ما استمرت أكثر من شهر. من بعدها خرب كل شيء، كل مشهور نزل اعتذار وخلاص كأنه ما حصل شيء. هذا الترند يذكرني بترند المقاطعة. أتحدى أي واحد منكم يكون مقاطع للآن إلا من رحم ربي. هذه مشكلتنا إحنا العرب، نعمل الصح شهر أو شهرين وبعدين نتوقف نعمل نفسنا كأنه ما حصل شيء. والآن في ناس رجعوا يتابعون المشاهير اللي في الحملة المقاطعة، ألغوا متابعتهم، مثل شيرين بيوتي نقصوا متابعين بالذات بعد ما أخوها نزل هذا الفيديو. صار هجوم علينا كلنا، ما بعرف ليش، بس أنا بدي أحكي شغلة. أكيد راح أشوف حالي على التيك توك، شو صعيلة ما صعيلة مدري شو. نحن ما بنتضايق لو بنشوف هالشغلات، بالعكس بضحك كثير وببسط كثير، لأنه بشوف مثلا قديش مثلا ناس بتكرهنا مقهورين. يعني الحمد لله عايشين أحلى حياة من جوا ومن برا. فوالله اقسم بالله كل ما بنشوف مثلا تيك توكاي انا وشهد او شيء مثلا يتمسخروا على الانفلونسرز على كلهم، ما بعرف صار حمله هجوم علينا على كلهم، ما بعرف ليش. بضحك يعني بشوف. هاي مو حمله، هاي فئه صغيره. فئه صغيره يا الحكي طبعا مو للكل، بموت فيكم انا، بس في هدول عرفوا حالهم يعني على التيك توك. صاروا يجيبوا تفاعل فكيفوا على الشغله، مش موضوع كره ولا حب، بس لقوا انه في عليها تفاعل، نازلين بالكل يعني. بس حابين لكم انه اقسم بالله والله العظيم ما بننزعج ابدا. وناخذ أزيد من 700,000 متابع بعد ما أخوه نزل هذا الفيديو، وتم مهاجمتهم هي وأهلها وعائلة بيوتي جميعا، وبعد شهرين رجعوا متابعين وكمان ازدادوا متابعين. فليش عملنا حملات مقاطعة دبي؟ وإحنا بدل ما نعمل لهم مقاطعة عملنا لهم جمهور أزيد. نعمل شو هذا الفيديو للتوضيح والرجاء من جميع الناس أن تفهم أن المحتوى التافه وغير الديني هذا غير مرغوب في مجتمعنا العربي. ومع السلامة.